أهلا بكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام. لكل قصة بداية، وقصة جبهة البوليزارو الانفصالية بدأت خلال سبعينيات القرن الماضي بمؤامرة جزائرية، وبحسب شهادة الميلاد التي سكها البوليزارو لنفسه فقد نشأ هذا التنظيم الانفصالي سنة 1973 تحت مسمى الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وادي الذهب، بمبادرة من شباب ينحدر معظمهم من الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية. في هذه الحلقات أعزائنا المشاهدين نسلط الضوء على قياديين في هذا التنظيم الانفصالي قادتهم نوبة حماس في البداية إلى ركوب سهوة الانفصال ليقرروا بعدها معانقة حضن الوطن، بداية مع محمد علي العظمي المعروف بعمر الحضرامي المزداد سنة 1949 بمنطقة آصة. عمر الحضرامي المنتمي لقبيلة الرقيبات، وهي أحد أكبر القبائل المتركزة في منطقة سمارة بالجنوب المغربي، كان لعودته الأثر الكبير، بل أفزعت عودته قادة البوليزاريو ومعها حكام الجزائر في إبانه. عمر الحضرامي درس وترعرع في منطقة تيغجيشت ضواحي قلميم ليكمل بعدها تعليمه الجامعي بالعاصمة الإدارية الرباط. شارك عمر الحضرامي في انتفاضة 1988 التي هزت مخيمات تندوف ضد قيادة البوليزاريو آنذاك، وبعدها بثلاثة أشهر قرر عمر الحضرامي العودة إلى المغرب، وبالضبط سنة 1989، مستغلا في ذلك النداء الذي أطلقه الراحل حسن الثاني بأن الوطن غفور رحيم. عينه الراحل حسن الثاني عاملا على إقليم قلعة سراغنة ثم سيدي قاسم، وفي 2002 تم تعيينه من طرف الملك محمد السادس عاملا على إقليم سطات، ثم واليا على جهة الشاوية ورديغة، وبعدها واليا على جهة قلميم أسمارة، ليتم إلحاقه بعد ذلك بالإدارة المركزية للداخلية بعد بلوغه سن التقاعد.